بس انت شغلك خبره يا اسطى مهران، يعني مش مجرد خبره في السواقه، طبعا هي ده واضحه، لكن خبره كمان في ميكانيكا العربيه. انا ميكانيكا اساسا، يعني انا درست الميكانيكا شويه مع ده اسطوات حلوه يعني درستها كصنعه. كصنعه. اه وفتحت ده بقى في انت في انهي وجيت مرحله؟ في فتره كده في الثانويه العامه رحت فتح ورشه ميكانيكا. ده الموضوع كان يعني كان ممكن يبقى دي مهنتك اصلا. وانا كانت مهنتي م. وكل حاجه لحد ما دخلت الجيش. اه لما دخلت الجيش سبت الورشه الصناعيه. جيت اول اجازه طبعا بعد 45 يوم، جيت لقيت الورشه باظ ابيض ورد. ابيض ورد بمعنى مفيش عده، مفيش اي حاجه، كل حاجه ساعه. امم فمن هنا صعب عليا الموضوع دوت. مم. فقضيت جيشي بقى وحلفت ما اشتغل ميكانيكي تاني، غير بس الحاجه اللي انا عطل فيها اعملها لنفسي. بس ده اكيد فادك. اه طبعا ان اداني انت خبره كبيره جدا. انا لحد النهارده ممكن لو حد عطلان اصلح له عربيته بالكامل، بالكامل. وانت سايق العربيه ايا ما كانت بقى، عربيه حديثه عربيه قديمه، انت اي عارف كل قطعه فيها. لان انا انا اصلا يعني بواكب العصر باستمرار. بايه اللي انا ذاكر دايما الحديث. اه يعني الام بي 1 مش زي الام بي 2، مش زي الام بي 3، مش زي 8 26، مش زي ده، مش زي. دايما بواكب العصر وبحدث من نفسي، بذاكر. في سواقين ممكن تفضل قاعده بس اللي هي ايه، تركب دي وتركب دي، تتنقل من عربيه لعربيه. لا، انا دايما عشان اركب بس هتنقل من مرحله لمرحله اذاكرها. وبسم الله ما شاء الله النت النهارده والتكنولوجيا ما خلاش حاجه محدش يعرفها. لا ده حقيقي. على فكره الاسطى مهران قبل الهوا اداني كام نصيحه في لعربيتي انا، لان عربيتي الحمد لله مش سايبه مطب في مصر غير لما بتسلم عليه. فاداني كام نصيحه حلوة. يعني اهو حتى عربيات ملاكه اهي في كل حاجه. لا لا، بص صل على النبي عليه الصلاه والسلام. باللغه العاميه او اللغه اللي احنا بنقول عليها اولاد البلد، انا اتمرمطت في المهنه دي. طب انا هسالك عن مشهوره كده، شربتها. يعني يقول لي هي دي حقيقه ولا لا؟ انتوا بتدوقوا الزيت بتاع العربيات فعلا ولا ده حد ضحك عليا؟ لا لا، واحد ضحك عليا. احنا بنجس الزيت. تعرف ان هو من الملمس مغشوش ولا يعني لو عندنا لا قدر الله في عطل في لمبه الزيت او في الحساسات بتاعه الزيت، واحنا مش عارفين الزيت ده لزوجته ايه، فنروح رافعين المقاس ونبدا نمسك للزوجه نفسها، نعرف الملمس بتاع الزيت هل هو شغال ولا خلاص اتحرق. لو اتحرق يبقى عايز طب ما هو لونه بيبقى باين ولا اللون ما بيكشفش؟ ممكن يكون اسمر بس مش باين لك انه اتحرق ولا لا. اتحرق ما اتحرقش. وممكن يبقى شفاف زي ما هو جديد بس بيبقى في ناس بتغير زيت اصلا مضروب. ما هو بقى فكره يبقى نضيف ولونه زي اليانسون، زي اليانسون كده. ويجي وده مثلا مضروب. ويجي مثلا يبقى ماشي بالعربيه يحس ان في حاجه في العربيه من صوتها مش مرتاح، مم. في حاجه غلط. ينزل يرفع المقاس ويشوف المقاس اللي الزيت بيلمع، يقيس الزيت اللي بقى ميه. مفيش لزوجه خلاص بقى راحت يعني منه الماده اللزوجة اللزجه بتاعت الزيت. بس انا عرفت بقى ان قبل بقى ما الزيت بيتحط في برضه، دي انا بقول لك دي حكايه انا سمعتها، انا ما اعرفش حقيقيه ولا لا، انهم يروح حاطط صباعه كده في الزيت ودايو يقول لك ده مضروب ولا مش مضروب. فدي كانت بالنسبه لي وظيفه العربيات بالدق. لا انا دي اول مره اصبحها برضه، ما شفتهاش. لا لا احكي لك قصص كتير. الاختبار المعروف اللي احنا عارفين الزيت الاصلي من الزيت المضروب. ايوه ازاي؟ فبنعرفه من كوبايه الميه زي كده، بنملاها زيت من ده وزيت من ونشوف. احنا عندنا زيت قديم موجود منه ده كوبايه، انت عارف ان ده اصلي مثلا، موجود منه كوبايه محطوط ده الاصلي. فلو لقينا الكوبايه دي متغير الزيت ده عن ده، خلاص يبقى كده الزيت ده مضروب. او انك تغير الزيت في مكان مضمون مثلا، او تشتريه من مكان مضمون. تشتريه من مكان مضمون. دي اهم حاجه. لكن انتوا اللي بتغيروا الزيت للعربيات؟ في مراكز بتغير الزيت وفي احنا بنغيره على الطرق. تمام. بنضطر احنا نغيره مثلا لما نكون مثلا احنا في وصله مثلا. يعني انا مثلا بطلع من بيتي حاليا وانا سواق نقل تقيل، انا ممكن اقعد بال 30 يوم بره، وممكن اقعد بالشهرين بره. فالزيت اتحرق وعايز تغيره، فانا عايز اغير الزيت. تمام. لو انا شغال تبع شركه هي اللي بتيجي تغيره، تجيب الزيت تبعها والصناعيه وبيجي يغيروه. لو انا شغال في شركه عربيه اهالي، يبقى انا اللي هغيره. اهالي دي اللي هي ملك حد وانت ملك حد انا شغال عليها. آه. يبقى انا اللي هغيره انا والتبع اللي معايا. فهي بتيجي كده. انضف فلاتر الهواء دي من الحاجات الرئيسيه اللي لازم تتنضف باستمرار. هو منفس الرئه بتاعت العربيه. والبوجيهات طبعا ولا لا مفيش بوجيهات. ما عندكوش بوجيهات؟ رشاشات وترمبه جاز. شفت عندنا حاجه غير ماشي. البوجيهات عندك انت لما بتتحرق بتعمل كربون، بتعمل كربون والعربيه بتنتش وبتبقى قصص. طبعا. يعني وتلاقيها تنتش منك ورايحه جايه ايوه كده. ده حقيقي. حاجات كده بتعصلك معاك وتقعد تقلب لك نور ايه كتير. طيب البنزين برضو في فكره انك بتبقى عارف البنزينات اللي بتغش البنزين او السولار انتوا بتحطوا بص احنا في بدايه الامر زمان ما كانش في حاجه اسمها فلتر تكرير ولا كلام من ده، اللي هو الرؤية مرئي.
اللي هو الشفاف. فلتر التكرير ده بيبقى جوه العربيه لا بره خارج السياره. خارج السياره. تمام. ده اللي هو بينقي بياخد من التانك لفلتر التكرير للعربيه. مرحله في النص. ده فيه قصص، وانت برضو عارف التفاصيل كل بتاعت ده ما انت معترض، انت اصلا متعرض للي انت ممكن تغير الفلتر ده في اي وقت. ضرب منك، اتكسر، حصل لا قدر الله فيه وساخه، انت متعرض لاي حاجه. ما بتعرفش الجاز اللي انت بتحمله من البنزين غير لما بتشوف فلتر التكرير. فلو شفته متبهدل اللي هو الجهاز خلاص فتعرف ان نزل انت اسود معاك وفيه طينه وفيه كلام من ده، فخلاص بقى وبتعلم على البنزينه دي خلاص انت ما بتروحهاش تاني بقى. البنزينه دي فيها حاجه غلط فما بتروحهاش تاني. طيب انا عرفت ان انت دخلت مجال السياحه. عملت سنه في بدايه الامر كان في 2002. 2002 دي كانت معاك الرخصه الاولى ولا كان معايا الثالثه؟ الثالثه ده في الاول بقى خالص. في البدايه خالص. واشتغلت ايه بقى اشتغلت سواق ليموزين في شركه كانت ده حاجه كبيره كمان كبيره، وكانت اسمها شركه بروين ترافل. وكنت راكب عربيه اتش 1. الاول ركبت عربيات اللي هي الانباء الاكسنت. عارفها، وكانت لونها مميز قوي، كانت لونها اصفر كده. اصفر كان لونها مميز في القاهره كلها، حتى عامه في اي حته ما كانش في هونداي الاكسنت اللي هو اللون الاصفر ده. وكانت الشغلانه ايه بقى اللي هو فكره اللي انا اخد العميل من مطار القاهره اروح اوديه في اي مكان هو اجانب يعني شغل مع اجانب، اجنبي، فرنساوي، عربي، سوداني، اي واحد، مصري. مصريين كتير يعني. كان دايما على طول احنا كانت عندنا زمان العماله كانت كتيره قوي في السعوديه والكويت والامارات. فده نازل من السعوديه كان او دايما نازل الاجازات بتلاقي بيهل عليك كده كله، فانت على طول بتروح توصل فلان البيت وده توصله بيت وده تروح هنا تروح هنا. وبتعمل رحلات يعني. كنت بعيدا بقى عن فكره التوصيل البيوت او توصيل الفندق، في رحلات بقى يعني مثلا بعيدا عن الليموزين يعني معاك فوج مثلا بتوديه رحله معينه انا في مره كان بالصدفه الحلوه معايا، كان في جيست نزل فرنساوي عباره عن 3 انفار، كانوا عندهم مؤتمرات بيعملوها في اسكندريه في شغل معين تبعهم. طبعا ما بدخلش في شغلهم، فطبعا المندوب كان جايبهم، والمندوب كان بيعرف انجليش بس، اللي هو مندوب سياحه. فهم عاملين يترجموا معاه وهو مش لاقطين الترجمه معاه. هو عاوزين عربيه تقعد فتره معاهم مثلا حوالي 17 يوم. وهو كل اللي فاكره مش فاهمهم، مفيش تواصل. فاول ما جم طبعا انا بعرف فرنساوي كويس الحمد لله. فرحت مترجم معاهم وقلت له بس لا بس ثواني، النقطه دي نقف عندها شويه. لا بتعرف فرنساوي كويس الى اي حد؟ يعني اقول مثلا لحد بس 70% من الفرنساوي كلام وتحدث وكل حاجه. طب ما تدينا حته كده، عرف لنا نفسك بالفرنساوي يا استاذ. يعني جو بيل مهران محمود، سافا بيان ميرسي، يعني انا كويس الحمد لله في صحه جيده. اي امور تانية عايز تتكلم فيها اترجم معاك فيها. طب انت ساعتها اتكلمت بقى مع الراجل ده بالانجليزي؟ بالفرنساوي. قلت له ايه بقى؟ يعني قول لي الاول بعدين الترجمه تنزل زي ما عامله لسه عبيد. جو بيل كذا، عرفني بنفسي قلت له انا جو بيل كذا. قال لي اوكي في قوي، طب عايز اعمل جست. قلت له اوكي ما درايفر قال لي درايفر. قلت له اوكي يلا بينا. الله. فهو بيقول لي انت عملت ايه؟ قلت له انا خلاص انا ظبطت الدنيا كلها. انت بس اكتب لي الكارته بتاعتي لمده 17 يوم. قال لي يعني انت كانت في ثواني خلصت الليله. قلت له بس اكتب لي كارته في 17 يوم وانا همشي معاهم 17 يوم، وحدد السعر عشان اقول لهم عليه من بره. شوف كنت هتاخد 10 20 دولار في اليوم ولا 50 دولار ولا 100 دولار في اليوم حسب ما تحدد السعر عشان ابلغهم من بره. وحدد السعر وهم وافقوا على السعر وفضلت معاهم. ده كده مش مجرد بقى اللي هو سواق الليموزين بتاعهم او سواق كان ساعتها ليموزين ولا باص؟ ليموزين. مش بس مجرد كده، ده بقى خلاص يعني. ايوه انت بتتعايش مع مسؤول التواصل. ثقافات تانية خالص انت بتتعايش معاها. ثقافات تانية، دول تانية، اوروبيه وعربيه يعني بص جميع الثقافات انت بتقابلها. طب اكتر فوج او اكتر مجموعه ناس انت اتبسطت معاهم في شغل السياحه؟ كانوا عرب سعوديين. كان من جزاء. دول كانت انت شغلانتك معاهم؟ قعدت معاهم حوالي 28 يوم. الناس دي محترمه ودخلوا بيتي ودخلت بيتهم. يعني دي علاقه. اكلوا معايا واكلت معاهم. زار والدتي وزارت والدتي زارتها. في السعوديه؟ لا في مصر. كانوا هم جايين في مصر كانوا قاعدين في فندق. شيراتون، كان في شركه الجزيره كمان. فحصلت علاقه بقى، هو كان نازل بوالدته كانوا نازلين سياحه واخواته البنات واخواته الصبيان. فاول مره هو خدني بالعربيه ورحنا على الفندق، فشاف ان انا مش الانسان اللي هو نظري يعني يبص على الحريم وكلام من ده.
اللي انا بتكلم بطبيعه، ودايما عينيه في عينيه هو مش في عين حد تاني. ايوه. فالتمس فيا اللي قال له ايه الشخصيه المحترمه. فقال لي ايه رايك تقعد معايا 28 يوم؟ قلت له والله ما فيش اي مشكله اللي انت محتاجه. قال لي طب الاوردر بتاعك هيشتغل ازاي؟ قلت له والله انا لو انت عاوزني الساعه كام الساعه كام عشان ابقى فاهم. قال لي عاوزك مثلا الساعه 8 صباحا لحد الساعه 12 بالليل مثلا. قلت له يبقى هتصل بالشركه دقيقه واحده، اعمل تليفون الشركه وايه ويقول لك ايه الاوردر هيمشي ازاي. اتصلت على الشركه، كان ساعتها التليفونات الايروكس 682 لو تفتكروها، هم ايه. صغير. قالوا استاذ حماده. قال لي اه. قلت له حسب 1 2 3 معايا اوردر يقعد 28 يوم سؤال. قال لي احسب لهم اليوم مثلا ب 300 ب 400 جنيه 500 جنيه حسب ما هو عاوز. قلت له خلاص ماشي. اتفقت معاهم. قال لي خلاص ماشي. فبدات اتعايش معاهم في مصر كلها ومعالم مصر كلها. هو اصلا كان نازل عشان يكشف على والدته، يعني مش الاساس سياحه، ده مش هو أساس رحله سياحة. علاجيه. يعني رحله علاجيه لوالدته. فقال لك بالمره جاب زوجته واخواته الشباب بالمره يعملوا شوبينج، وبالمره ايه يعالجوا الحاج اللي هي والدته. فكان بقى مثلا بيقول لك انا احسن مكان اشتري انا منه عاوز مثلا ايه عايز اتفسح في الهرم. اه. اروح واخده مفسحه في الهرم واقعد معاه اكنه مصري، وافاصل مع بتوع الخيل والكاريتات اكنه مصري. هو حبني قوي بسبب الحته دي. مطاعم افاصل مع الناس، عاوز يجيب مثلا هدوم افاصل مع الناس، عاوز يجيب مش عارف ايه افاصل مع الناس. فلقاني اللي انا من النوع اللي انا ايه مش اللي انا باصص له نظره طمع. امم. فبدات العلاقه تزيد بسبب الحته دي. طب والعلاقه دي يعني هل رجع لك مثلا تاني يعني بعد ما سافر؟ كنا على علاقه بعد ما سافر حوالي سنتين او 3 لحد ما التليفون ضاع مني، الرقم راح مني. اه، فما عرفتش. فمعلش بقى اعطر فيه تاني. طب ما مجال السياحه كان حلو اهو، يعني ليه سبت مجال السياحه؟ يعني حلو وفيه قصص ما والناس انا قلت اتعلقت بيك. ما انا قلت انا عايز اطلع بقى النجاة اعلى. فاول بقى خلاص، يعني اول ما الرخصه انا خلاص اتطورت انا خلاص بقى هنقل بقى من الرخصه الثالثه للثانيه، التانية فهركب جامبو. اه، فالموضوع فخلاص بقى اختلف. فما فيش اتوبيسات صغيره عندهم م. لا كوستر والحاجات دي كلها. طبعا شركات كبيره، ويقول لك بقى عشان السي في بتاعك راح فين وجاي منين وشغل انت اشتغلت قد ايه في السياحه. كنت لسه ما كملتش 3 4 سنين في السياحه. فقلت لا خدها من قصيرها واشتغل بره. بس تعامل في السياحه في حاجه مهمه، ان انت بتتعامل مع جمهور، مع ناس، مع ناس كتيره وثقافات كتيره. فزي ما في قصص كده حلوه، في قصص بقى اثرت فيك، يعني حاجه انسانيه كده صعبت عليك او انا اقول لك يا سيدي، انا اول في بدايتي في السياحه خالص قعدت شهرين ما بمسكش قرش في جيبي، اللي هو بقشيش يعني او تبس. اه. تمام كده. الناس كلها السواقين اللي حواليا اللي في نفس الشركه واللي حوالين شركات تانية بسم الله ما شاء الله كل واحد بيروح ببيته بكيس فاكهه. مم. انا ممكن كنت قاعد ده غير فكره اللي هو الاجر بتاع الاجر بتاعنا كان كله كام؟ ده كان 200 جنيه ولا 300 جنيه ساعتها، كان في والباقي 2002. بيروح لشركه السياحه انت اجرك في الشهر 200 جنيه في الشهر. اه، اه مش وهو السياحه ممكن يبقى السياحه متعامل انه في اليوم واخد. لا السياحه متعايشه على موضوع التبس السواق. اه. فطبعا الدنيا اتأزمت معايا قوي، حتى المواصلات ما كنتش قادر اروح مواصلات وارجع ايوه. مواصلات البيت. فجه راجل كبير في السن اسمه عبد ابراهيم خمسه الله يرحمه ويحسن اليه، كان راكب في ليموزين السادات، وكان راكب عربيه رقم 5 عشان كده يسموه ابراهيم خمسه. اه، اتسمى على الرقم العربي. اه المهم لقاني قاعد في العربيه وحزين بقى قوي كده مش عارف ايه. راح ده خد يا ولد. قلت له نعم يا حاج. كان كبير هو ساعتها في الستينات الله يرحمه ويحسن اليه. قلت له لا يا حاج ابراهيم. قال لي بس خد تعالى. قلت له يا حاج ابراهيم سيبني انا والله زهقان وتعبان والدنيا مكلفتة معايا. انا قلت بقى انا خفت بيني وبينك يقول لي ايه نطلب اكل من بره ناكل نتغدى فانت وانا مش هتبقى معايا هتحرج. قال لي بس تعالى بس. قلت له رحت رايح. قال لي في ايه مقدم كده وشايل هم الدنيا في شعب راسك. قلت له والله يا حاج ابراهيم بقى من ساعه ما اشتغلت بقالي شهرين انا حاسس ان انا بصرف فلوس من جيبي مش هجيب فلوس من جيبي. قال لي ليه انت بتعمل ايه؟ قلت له مفيش. بيجي المندوب راح مدينا اي واحد راح واخده راح موديه وراح سابه عليك على السواقات. قال لي لا تعالى اعلمك بقى اصول السياحه. وبدا يعرفني ازاي اشتغل سياحه وازاي من حتى من الاحتفاظ اللي انا عشان ابقى كويس في السياحه اللي انا احتفظ بدوري. يعني مش انا لسه جاي واحد يجي يقول لي خد ده مش بيه. لا هم اتاري السواقين بتبقى حافظه الزبون اللي بيدفع وما بيدفعش من نظره عينيهم. ايوه ايوه. فعلمهاني. قال لي تعرف للزبون ده انت تتمسك بدورك، لو اتمسكت بدورك هتاخد الزبون كويس، لكن اي واحده هتاخده وتمشي فهم هيديكوا الزبون الوحش. اه، فبدات اتمسك بدوري بقى وبدات ايه تعرف بقى الزبون اللي وبدا ربنا هيدي يفتحها عليا شويه شويه والحمد لله. واتجوزت من موضوع في شغل السياحه. السياحه. في السياحه دي اتجوزت من سبب شغلها. الحمد اتجوزت سنه كام؟ في 2004. وعندك اولاد؟ كانت 4 2004.
الله ده حلو. انا بحب المواعيد دي انها ما بتتنسيش، فانت ما بتقعش في المغرز اللي هو بتاع نسيت عيد لا جوازك ده الجوازه كمان كانت ايه، كانت حاجه برضه غريبه برضه الشكل برضه. ازاي؟ اتجوزت الثلاث ايام. وايه اللي حصل بعد 3 يعني ايام؟ انا كنت كل شويه مثلا ايه، انا ماليش خلطه طبعا اه في الجيران والحريم والبيادات والبنات كده. فكانت دايما امي تقول لي ايه ده في فلانه في الحته الفلانيه نروح نخطبها. اه اقول لها حاضر. جواز اللي هو تقليدي، عاشر صالونات الناس مثلا ما تعجبنيش الناس اروح انا ساحب نفسي بالذوق كده وراح ماشي. فجت في مره ايه، طب ما انت عندك بنت خالتك اهي ما تاخدها ولا يعني. قلت لها هم هيرضوا، كانت هي لسه صغيره وانا كبير ده بقى يعني كبير في السن، كان بيني وبينها 11 سنه. اه قلت لها لا ده هي لسه صغيره يا ست، لا خالي هيوافق ولا امها الله يرحمها كانت امها متوفيه وعمامها هيوافقوا. قالت لي مالكش دعوه انا هفتحهم في الكلام. قلت لها افتحيهم في الكلام. فتحتهم فجت القبول. المهم لما جت القبول قلت لهم طب بقول لكم ايه النهارده ايه، قالوا النهارده الاربعاء، قلت لهم من حد داخل. الله اكبر. ايوه فخير جبت بر عفش عاجل. وجبت، ما انا معايا فلوس. اه لا فلوس موجوده والحمد لله، الشقه موجوده والحمد لله، جبت العفش وجبت لها عزالها. وهي كانت عشان يتيمه فانا وقفت جنب زوجتي جبت لها حاجتها كلها برضه. كانت امي هي اللي بتوليها تربيتها يعني. لان ما كانتش عندي ام فيها بنات فكانت دي ده خدتها. حلو، ده ما راضية عنها ومربياها وعلى دي ايديها. كانت بنتها. اه عايز اقول لك انا مثلا لو انا اتكلمت ولا فتحت بقى ممكن اطلق بره البيت وهي اه تبقى جوه. هي هي اللي على الحجر. حلو الوضع ده. ومادة الاصول على كده. مم. يعني هي من ضمن الحكايات برضه اللي هي اللي قعدت جنب والدتي في المستشفى شهرين متواصلين، وكانت لسه مخلفه عندي ريتاج. مم. يمكن سابتها لحمه حمراء ما كملش شهر، وراحت علشان اتحجزت ترعى. مع والدتي ما سابتهاش شهرين بحالها لحد ما توفت. الله يرحمه. الحمد لله الحمد لله. الله يرحمه. عندك اولاد غير ها. ريتاج؟ يا ريتاج دي انا عرفت كده فهمت انها صغيره خالص. لا لسه ده فيه. في بقى بس طب احكي لي بقى كده التسلسل. انا معايا بسم الله ما شاء الله ما تبارك الله شاء للناس الله كلها ربنا وربنا يحفظه يرزق الجميع. يا رب. معايا كريم. ده الكبير البكري. ده ومعايا كام سنه دلوقتي؟ ده واحد داخل في 21. ما شاء الله شاب كبير يعني. حلو. تمام. ومعايا هيثم 18 سنه. ما شاء الله. ومعايا ريتاج 16 سنه. جنى 16 جمع. سنه. تمام. ومعايا محمود 11 سنه. ومعايا ريتاج 10 سنين. ومعايا محمد 3 سنين ونص. محمد ده اخر العنقود. وده اخر حاجه. ده مين اكتر واحد؟ انا عارف ان السؤال ده اي اب بيكش منه، بس مين الدلوع بتاع بابا؟ هو عايز اقول لك على حاجه، ويمكن دي فيا انا مش في اي حد، او ممكن ما بلاحظهاش في حد. ايوه. او يمكن انا ما حسيتهاش في حياتي في الحته دي. بس انا دايما كله عنده واحد. ايوه كلنا لان انا بنقول كده. عندي 3 معاقي اه من اولادي، فمش هينفع افرق حد من حد، فكل واحد عنده. ربنا يبارك الله فيهم. يخليك. تمام ويفرحك بيهم دايما. اللهم امين يا رب العالمين. سواء نقل دايما فكره بقى ان هو على الطريق. تمام. الطريق منين ما يوديه. تمام. بتبعد عن البيت كتير اكيد. يعني في مده قليله وفي مده ما هو كبيره. ده اللي بقى كنت هسأل عليه. اطول مده بعدت عن البيت كانت قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور. كانت ايه ظروف الشغلانه؟ كانت ايه الشغلانه بقى ساعتها؟ انا كنت شغال في شركه اسمها مدثر للاسمنت، بعيد عن اي اسماء يعني. فكنت شغال على عربيه ما بيركبهاش سواقين كتير، اللي هي الاسكانيا 113. بسبب انها صعبه مثلا صعبه في سواقتها، ومش اي سواق يعني، السواقين اللي بتركب العربيات دي او النوعيه ديت بتعدي على الصوابع. يعني بيقول لك دي فزات طالعه في الدنيا اللي بيسوق العربيات دي. فانا كنت متربي في الاسكانيا. فبالنسبه لك يعني خلاص انت وحتى لما رحت عارف كل المدرسة النواحي. انا كنت شغال في حل يعني مع شركه تانية اسمها بلتاجي، فكانت عربيات كلها اسكانيات. فانا متربي في العجل ده. يعني عشقت العجل ده وتربيت عليه. مش صعبه بالنسبه لك؟ لا فبالنسبه لي ما كانتش صعبه خالص، لان كنت خلاص اتربيت فيها فشربتها. ايوه. شربت مهنتها. بس 9 شهور 3 شهور ليه؟ يعني كانت النقله منين لفين؟ لا مش 3 شهور، كانت منين لفين. لما جيت ركبت العربيه ديت اول ما طلعت بيها اول مره ما كانش ليا بديل. فانا المفروض عشان انزل اجازه لازم يكون ليا بديل ياخد العربيه ويشتغل بيها عشان العربيه ما توقفش او النقلات ما توقفش. فطبعا قعدت 3 اشهر هم يدوروا على بديل اللي يركب معايا الاسكانيا مش لاقيين. هم كانوا كلهم 3 عربيات اسكانيا، والثلاث عربيات عليهم 3 سواقين، واحنا الثلاثه مش لاقيين بديل لينا. كان فكر في شكايه معنا. فقعدت 90 يوم فتعبت 90 يوم.
اقول له انا عايز اشوف العيال، انا زهقت. قال لي يا عم انا كل شويه اشوف لك نقله القاهره وبتخش تبص على العيال. قلت له انا بخش ابص عليهم ببقى عامل زي الحرام عشان بخاف على النقل بتاعت الناس والعربيات بتاعت الناس. تركن العربيه وتروح واخطف انت كنت ساكن فين؟ في المرج. في المرج. اه فبتركن العربيه فين بقى؟ عند البيت؟ لا عند الزبون وانا بنزل بيعتق. فتلحق. باخد تاكسي مثلا اقول له اوصل البيت اسيب لهم مصاريف وابص على عيالي واروح ماشي. ما انت بقى انت سايب عربيه لا مؤاخذه عليها بضاعه ناس وسايب عربيه بتاعت ناس ومال ناس. والله اعلم بقى اتفرغت ازاي لا قدر واتعبت الله ازاي. لا التفرغ ده والتحميل ده خلاص انت رحت عند الزبون فهو مسؤول عن التفريغ والتحميل. تمام؟ وبيبقى معاك تباع مثلا انت سايبه ولا؟ لا في الشركات دي ما بقاش فيها متبعين. انت السواق بس هو اللي في العربيه. مم. فطبعا انا خوف على العربيه فما بعرفش. فقلت لهم بس انا شوفوا لي سواق يا جدعان، يا اما خدوا العربيه خلوها عندكم مثلا 15 يوم انزل فيهم اجازه وانت حرين بقى ولا سواق ولا سواق، نزلوني شوف عيالي. ايوه. العيال برضه عايزه تشوف ابوهم برضه. طبعا. مدرسه في مصاريف في دروس في تبعيه تقعد مع ابنك شويه برضه تخليه يحافظ على اسلوب الحياه اللي انت بتعلمه له، تربيه تانية. فما ينفعش ان انت تعيش المده دي كبيره كده بعيد عن الاولاد. طيب اكبر تحدي قابلك يا اسطى مهران على الطريق او في السواقه في مجال السواقه؟ انا عارف انك دايما اللي هو مهتم بفكره ان انت تطور نفسك، يبقى في تحدي فانت تحسب نفسك علشان التحديات بدات معايا لما طلعت اشتغل دولي دولي. من مصر للسعوديه. اولا دي بدات امتى فكره ان انت تشتغل دولي؟ بقالي 7 سنين حاليا. 7 سنين. وطبيعه الشغل بقى نقل بضايع من مصر نقل بضايع للسعوديه؟ من مصر للسعوديه والعكس. ومن السعوديه لمصر. فكنت دايما لما اطلع السعوديه بيحصل معايا مواقف صعبه جدا. يعني مثلا انا واخد اكل مثلا يقضيني مثلا 15 يوم، المده اللي اعودها ممكن تبقى اكتر من 15 يوم. يعني مثلا يحصل عطل في المينا هنا يقطع، فبضطر اقعد في المينا ما خرجونيش، مش هقدر اخرج غير لما اجمرك او خلاص جبرت. فكان بتحصل الاكل ممكن يخلص. طب انا ماشي راح فين وجاي منين؟ تعالى بقى اطلع بره. اول ما تطلع والمندوب يقول لك يلا تلاقي صاحبي اللي بضاعه انا عاوزك بكره تبقى في الرياض. انت المينا لحد الرياض 1650 كيلو. يعني وعندك حظر تجوال كمان في قلب المدن زي الكبيرة. الرياض وزي جده وكلام من ده. ممنوع تخش غير بعد الساعه 12 بالليل، ودلوقتي بقت بعد الساعه 2 بالليل. فبالتالي ما فانت عبال ما توصل مثلا لحدود الرياض انت عاوز لك يوم ونص مش يوم. طب هو مش فاهم حاجه زي كده ولا هو بيحاول هو ملوش يضغطك دعوة. مثلا؟ هو صاحب التجاره هو ماليش دعوه. هو بيقول لك انا عاوزك بكره، انا عاوزك بكره، ولو ما جيتليش بكره هضطر اركنك بقى بالحموله لحد ما عاوز انزلك براحتي. بيقدرك. بيبقى ولك ولين. طب وبتعمل ايه بقى؟ بضطر امشي. بس في حظر مثلا لا يعني بص صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا في امور يمكن ما حدش يعرفها. في سواقين بتشرب شاي بتشرب قهوه بتشرب كنت لسه اسالك على الموضوع ده. منبهات دي يعني قهوه اللي هو بتصحصح نفسك اللي هو عايز يصحصح نفسه بالقهوه بالشاي باي حاجه يتحرك انا بيها. هحكي لك حكايه بس يعني هقول لك على موضوع الصحصحه. انا من ضمن الحاجات دي ما بشربهاش خالص، يعني ما بشربش الشاي نهائي. دي بالنسبه لي معجزه. انا عايز اقول لك وانا عايز اقول لك مش انت بس، انا كل اللي يشوفني يقول لي انت ازاي سواق نقل وازاي ما بتشربش الشاي ولا قهوه. يعني احنا كنت برضه هسالك على الموضوع ده. انت في مره سوقت 24 ساعه متواصل؟ ما هي دي الفتره بقى اللي انا بتكلم فيها اللي هي الحته ديت اللي انا اضطريت اخد العربيه في اقل من 24 ساعه كمان 1650 كيلو. حلو بقى، انت سوقت 24 ساعه متواصل ومفيش منبهات. اي انا عايز اقول لك ان انا في مره تمام انا والزملاء كده كنا شفت شغل طويل شويه، خلصنا زهقانين وقلنا ايه احنا نروح نتعشى في اسكندريه. تمام. كانت قبل الجواز طبعا فكل الافكار حلوه قبل الجواز. حاجات شبابيه كده بنعمل اي حاجه. وفعلا رحنا راكبين العربيه. كنت انا ساعتها انا واحد صاحبي بس الاثنين اللي بنعرف نسوق. فهو قال لي انا هروح وانت تمام وانت ترجع. فقلت له تمام، وانا كده كده بحب السواقه بالليل يعني. فقلت هنرجع الصبح ابقى بريلس فريش بقى وعندنا رحنا وقعدنا حتى في كافيه كده مشهور في اسكندريه على البحر. فانا عارف ان انا هفضل مطبق وهسوق وانا راجع. فبتاع 3-4 قهوه اتشربوا وتعشينا عشوه حلوه وفي نفس الوقت انا ما تقلتش علشان ما ابقاش تقيل. وجاي الصبح فقلت لهم اللي يقعد جنبي صعد يبقى صاحي معايا كده. اوكي. فواحد جه قال لي باشا انا اصلا يعني ندرجي ابقى صاحي معاك دبان لحد القاهره ورغاي هقعد ارغي مش هسيبك. اول ما قاعد جنبك نام اساسا. ده قبل ما نخرج من شركه اسكندريه تمام. ويا ريته نام عادي.
ده نام وهو واضح ان هو كانت عنده ميول موسيقيه، فبقى في شعير منتظم اللي هو طالع كده تت 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 تت. بس ده خلي بالك برضه صحصحك. ده صحصحني يعني بقول ده بس عامل هي زي دي الموسيقى كده. عارف الناس اللي بتنام على صوت الغساله؟ ايوه. انا كنت بنام على صوت شخيره. المهم اكتشفت ان انا بنام ازاي اصلا. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لوعي انا سايق كده تمام ومركز والله وانا شايف ان انا صاحي. انا كده قفلت مره واحده. ما انا ما اعرفش انها قفلت، انا لقيت واحد ورا بيصرخ بيقول اسماعيل هنموت. اتاري ان انا كنت قافل عيني بقى لي فتره ايوه. تمام وسايق كده هو فوجئ ماشي بيفتح- بنور الله. هو فوجئ بيصحى بيبص ليك لقاني نايم اللي هو كده. طبعا اللي هو انا شارب 4 قهوه، فلو شربت 5 قهوه مش هيعملوا حاجه. لا، فهو اقترح عليا قال لي هننزل نجيب نزلنا اللي هو على اقرب بنزينه، جبنا لبان نعناع فيه نعناع قوي، واللي هو الملبس بدون ذكر اسمه. الهولز ده. الله عليك انت اللي قلته. ايوه ايوه انا بحب الحاجات دي قوي. ايوه ملبس فيه نعناع شديد، وفي نفس الوقت جبنا برضو مشروب كده غازي فيه برضو صودا عاليه تمام. فقال لي خد كذا لبانه تمام مع الملبس الهولز ده، وروح ايه اشرب بق كده. ففعلا عمل لسعه والله ايه كانت صحصحني كل ما اجي بق كده، وهو قاعد عيني ورا بالازازه. اللي يضحك متابع معاك على طول. اللي هو ضحك ايه متابع. بقى صديقي اللي قال ان انا افضل ده فضل نايم كل اللي حصل ده وهو نايم ما فصلش. ماليش دعوه باي حد تاني خلاص. فعشان كده انت لما بتحكي لي ان مفيش منبهات اللي هو ولا جربت موضوع اللبان ده؟ طب انا لا، انا اللبان باكل لبان. حلو مش من عارف. الحاجات اللي بتصحصحك برضه. بس بحب اللبان اللي هو السماره، انا بحب السماره جدا. اللي هو تبان دكر، الحاجات اللي هي مره شويه مم. وحركتها في البق كمان تقيله. كان دايما حركه خلاص بقى البق انت صح. فانت خلاص بقى بتصحصح بزياده. تمام. الحاجه الساعه كنت بشرب حاجه ساعه وبشربها بشراهه كمان، لان ما فيش شاي ولا قهوه، فهي الحاجه الساعه بالنسبه لي كانت المتعه اللي في الدنيا. بس سكر وصودا فيصحصح. فكنت لما مثلا احس ان كده انا على طول بجيب اللتر، ما بجيبش بقى لا كنزات ولا كلام من ده. اللتر ده جنب مني في الثلاجه، عندي الثلاجه في العربيه من جوه كمان. ده احنا هنتكلم عن موضوع الثلاجه والاكل في العربيه ده بس ماشي. الثلاجه اروح فاتح الازازه واروح بربع لي بس شويه، تروح مخليني يعني تفتح معايا، اروح ماشي شويه دول، احس نفسي ان انا خلاص بقى ايه داخل على خمول تاني. شويه لب، شويه كاجو، شويه مش عارف ايه فستق، مش عارف، افضل بقى إيه اي حاجه اتحرك اللي انا اسل. طيب ده كله مثلا الحاجه دي خلصت مني وانا مسافه طويله والحاجات دي هتخلص مني. خلاص اروح جاي متصل على العيال ماسنجر بقى، واحط الموبايل قدامي وهم بقى ايه يتكلموا معايا وانا اتكلم معاهم. مكالمه فيديو بقى كده طول فيديو. ما انت على الطريق بقى قاعد اكلم بقى واحد طول الليل. واحد فيهم بقى، وبسم الله ما شاء الله انا عيالي كتير يعني 6 افراد غيرهم هم ما شاء 7. الله فبفضل اتكلم معاهم بقى فباخد كتير بقى يعني بسم الله ما شاء الله لحد ما توصل. لحد ما ممكن اوصل يعني. طب انا مثلا مش هوصل وهم هيناموا مثلا تعبوا خلاص بقى عايزين يناموا. تيجي بنت اختي مثلا تبقى سهرانه ولا حاجه تروح متصله بيا خالو، اقول لها ايه بابا خليكي معايا بقى انت كده جبت لي نفسك. ده حلو يعني على الرغم من فكره البعد بتاع المسافه احيانا يعني الاتصالات دي بتبقى وانت في دولي. هي نفعتنا جدا موضوع التكنولوجيا في التليفونات ديت اللي احنا نقدر نتكلم بالمرئيات، فده نفعنا جدا. لا ونفع كمان فكره القرب من العيله. طبعا مع الرغم من دايما بتحس ان انت معاك. حتى لو في حاجه لا قدر الله حصلت تروح فاتحه الكاميرا تقول لك خد شوف ابنك بقى، خد شوف بنتك بقى، خد مش عارف، تبقى في قفشات وفي اكشن كده بيحصل. هي دي متعه الحياه في الزواج.